أهلا بكم جميعا. اليوم نعرفكم على طريقة تحضير كبدة الشيباني الشهيرة. قبل ما نبدأ في التحضير خلونا نروح ونشتريها من المحل. والآن حصلنا الكبدة، نتأكد إنها طازجة، اضغط عليها ولا شوف اللون حقها، إذا هي حمراء فهذا يعني إنها طازجة. روح البيت. أنا شخصيا أحب أجمد الكبدة لتسهيل عملية التقطيع، والأحسن إنك ما تجمدها وتقطعها بسكين حادة. والآن نشوف المقادير لطبخة الكبدة. نحتاج إلى كبدة، كبزرة، نص بصلة، نص بيبار، بسباس حسب الذوق، ملعقة صغيرة كمون وأيضا حسب الذوق، ربع ملعقة ملح وأيضا حسب الذوق، وملعقتين زيت. والآن نقطع البصل بهذه الطريقة. والآن نقطع البيبر بهذه الطريقة. والبسباس قطعه بالطريقة اللي تحبها. الآن قطع الكبزرة بهذه الطريقة. هذه الثلاث الحاجات بنحطها مع بعض فيما بعد، خلوها على جنب. الآن أصعب مرحلة وهي تقطيع الكبدة. طبعا إذا خليت الكبدة نحيفة جدا يطلع طعمها أحسن. المهم قطع الكمية المناسبة لك. بعد الانتهاء من تقطيع الكبدة حطها في الصحن عشان نبدأ عملية الطبخ. نبدأ الآن بتحمية المقلاة. كما تشوفون كل شي جاهز، البصل مقطع، والبيبار والبسباس والبقدونس مقطع، والكبدة ذائبة مقطعة إلى شرائح صغار. أيضا البهارات جاهزة للانطلاق. والآن نبدأ عملية الطبخ. تأكدوا أن المقلاة حامية. حط الزيت. كما تلاحظون أن كمية الزيت التي وضعتها قليلة بالنسبة للبعض، ولكن كل واحد يحط كمية الزيت المناسبة له شخصيا. وشكرا. لما يكون الزيت حامي حط البصل وحرك.
استمر في تحريك البصل لما يكون اللون ذهبي بهذا الشكل. والآن حط الخضار وحرك. البيبر طلع طويل شوية، لذلك حاولت أقطعه أثناء الطباخة. لما يستوي البيبر والخضار اللي حطيناها، نحط كل شيء على جنب بهذه الطريقة. بإمكانك أيضا إضافة شوية زيت في المنطقة هذه عشان الكبدة. أهم حاجة في المرحلة هذه عند وضع الكبدة إنه تكون الطاوة حارة للأخير، إذا مش حارة ما بتطلع معك حلوة. أيضا مهم إنك تقلبها من جانب إلى جانب. يتم طبخها لمدة 2 دقيقة على نار حارة. والآن يتم دمجها مع الخضار اللي حطيناه في السابق. وأخيرا حط الملح والكمون. قلب البهارات مع بعضها، وتقريبا صار لها 2 دقيقة، لذلك سوف نطفئ النار. يا سلام، الآن خلصنا طباخة الكبدة. نتمنى أن تجربوها بنفسكم وتشاركونا بإضافة صور أكلاتكم في قناتنا في الفيسبوك، الرابط سيكون موجود في الأسفل. ليصلكم جديدنا يرجى الاشتراك في القناة عبر اليوتيوب، وإذا أعجبتكم هذه الطريقة اضغط لايك وشارك الفيديو مع أصدقائك. أخيرا، لقد تم إنشاء موقع مخصص لتوثيق الأكلات اليمنية، لذلك الذي يحب أن يشارك في عملية التوثيق التواصل معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك. وشكرا.